هذه الحدود الكويتيه اللي على البحر. تفضل تفضل. هذا البحر الكويت الان باوعش قد اكثر من 900 كيلومتر هنا موجود. انت تجيب لك ميناء تخليه هنا تخنق غور عبد الله وتخنق العراقيين وتقول لي انا من حقي لان الامم المتحده اعطتني. اقول لك يا اخي انت جاي تحمل اعباء لاولادنا القادمين، انت ما تخاف من الله؟ القياديين اللي موجودين بالكويت ما يخافون من رب العالمين؟ انتم الان هذه راح تدفع ثمنها اجيال قادمه. العراق ما ممكن اقول لك اياها، انا احكي لك اياها يعني ما لي علاقه باحد. انا ازعم امثل ضمير عراقي. ما ممكن ان نقبل يخنق العراق ولا يخنق مستقبله. العراق شوف التاريخ السومري ماله، انتم قياداتكم جاي تتكلم الان على ان هذا العراق يتكلم حضاره السومر ويتكلمون عن وضع الكويت كانه هي دوله لها علاقه بالتعاملات الماليه تاريخيا. تريد تفهمني ان العراق ما كان عنده بحر وما كان هناك حراك للسفن؟ كلام بعيد عن المنطق. اكو ظروف استثنائيه خلت العراق الان يخنق بهذه الطريقه، فلا تكون انت ايد الخنق تدفع الثمن فيما بعد. ليش يا اخي تخلي شعبك بهذه الطريقه؟ انا ما جاي افهم شنو هالقدره هاي على صنع مستقبل اسود للامه بهذا الشكل. شنو مصلحتكم بها هاي؟ انت تخنقني بهذه الطريقه. تعال تفضل خلي نشوف المشاهد الكريم. هذا هو ميناء مبارك، تفضل هنا. جايب ميناء مبارك وخله هنا. شو تريد تعطيني تطمين انت حتى انا افهم مستقبلا انه والله احنا الكويت اخواننا ومستقبلا احنا ما راح يصير اشكال؟ والله العلي العظيم اسمعها من اخوك وللاجيال القادمه. ما نسكت لو تطلع ما ادري شنو الدنيا تقلب، لا امريكا ولا ابو امريكا. احنا هاي ارضنا وانتم اخواننا ولا عندنا مشكله.